السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب كلكم وعلى الأمة الإسلامية. هنعمل بقى الرواق بتاع العيد من ايد أختي الكبيرة الكبيرة منال. على نفسية اكبر منك ولا مش اكبر منك؟ الاثنين انت فرحانة. هنفتح نفسنا بقى قدام الناس. ينفع كده نتكلم قدام الناس؟ مش هينفع. نفتح نفسنا قدام الناس. يا أحمد ما أكلها حلو. هشوف، هو احنا عشان نشوف بتنجان خلاص اكلها حلو. ماشي، وانت ما انتش عارف يعني ان هي أكلها حلو طول عمرها؟ نسيته من زمان، ما كنتش اكلها. طب اديك هتاكل كنت الأكل لسه واكل بتاعها. عندي بطاطس وفراخ مشويه. هتزيدينا بقى. اتذليت على طب اليوتيوب. فهمي الناس ان احنا واخدين الرقاق دوت من حلوان لاسكندريه. شايفين الرواق دوت هي شارياه جاهز كده من حلوان، واحنا بقى رحنا بيه اسكندريه، فشايفين بقى عامل ازاي. فصممت لازم العيد يعني عشان هي بتحب الرواق الناشف مش الطري. عكس انا بحب الطري بصراحه، بيبقى سهل. ما عملناش امبارح اول يوم، فمش حاسه بالعيد، فالنهارده اول يوم العيد بالنسبه لي. عشان احنا نزلنا البحر فما عملناش بقى رواق. هنا بقى بتبلي الرقاقه كده وبتحطها، وبين كل واحده والتانيه بتحط زبده او سمنه، اي حاجه بقى اللي انتوا عاوزينها يعني. هو كده بقى هتلاقوه بقى نصاص واربع وحاجات كده، وفي برضه سليم على فكره. انت كنت حطاها قدام صح عند السواق ولا من وراكي؟ عند ابو سهيل. ايوه، عشان كده بقى كويس. الحمد لله اني ما قعدتش ورا. كنا هناكل بالمعلقه. كنا هنعمله معلق. كنا هنسقسقه بلبن زي واحد منزل برضو بوست على النت بيقول كل الناس بتستنى الرقاق عشان ياكلوه في العيد، وانا بستناه عشان ده مكسره وحاطط عليه لبن. محمد الله يرحمه كان بيحبه كده باللبن، الله يرحمه. احنا هنا قاعدين على الارض على فكره، بوسات احمدي بقى وكده وبتاع، ومفيش فرشه بقى للسمنه، وبنعمل بايدينا عادي، مفيش اي مشاكل يا جماعه. عادي عادي عادي. البساطه حلوه. طب ما تقربيها ليكي بدل ما انت موطيه قوي كده. على فكره الفيديوهات دي كلها بقى انتوا مش هتشوفوها دلوقتي طبعا، انتوا هتشوفوها بعد العيد، عشان انا هنا عماله اجيب في كروت، وكروت مش راضيه تحمل الفيديوهات. المفروض كلنا عشان ما يا واد مش دي. حلوه احسن لحمه اهي. دي وسكر. انت بتصوري؟ انا لسه ايوه. اصل انا كنت متخيله ان هو هيجيب دي، انا كنت عارفه عشان كده انا بضحك. بتقول له هات اللحمه المفرومه، جاب لها حله اللحمه. طب شيلي طب من هنا من عند ماما، هي كانت هتتقلب. هي دي سليمه. ايوه خليها في الصينيه التانيه. خليها حطيها في في اول اللي هنا دي. كنت عايزه اعمل قرص، وكنت عاوزه اعمل كيكه. اللحمه الطبيعيه يا منال. طلعي. عايزه ملح. يا ست الكل، انت تاكلي اللي انت عايزاه، محدش يقدر يتكلم. الكبيره عاملين اللي رايح. اهم حاجه تقولي المقادير بس، عشان اللي جمهورنا متابعينا الاعزاء. طبعا. وماما سرقت حته لحمه عشان تدوق الحدق بتاعها. اهي دوقي يا ماما الحدق بتاعها. ده هي ماما عشان تدوقي حته استوت قوي قوي. ما انا قلت لها هي ما بتاخدش سوا. هي كانت بس عايزه يعني ما تولعش عليها تاني وتكتب الغطا بس. طب ما تشيليها يا ماما. ما انت من بدري قايله هتشيليها يا ماما. ما انا ما لقيتش حاجه. احنا هنا في الشقه بتاعه المصرف ما فيهاش حاجه يا جماعه، ما فيهاش الا صينيه وحله وبتاع وكلام فاضي كده. عمال نشحت بقى صواني. انا هعمل صينيه عاديه وصينيه بالجبنه الموتزاريلا والزيتون والفلفل. ده انتوا هتهيسوا يا جدعان، هتهيسوا فرجه. هنخلص بقى الصينيه ديت بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل، وبعد كده هرجع لكم تاني في الصواني التانيه. كده رصينا ونحط بقى الجبنه الموتزاريلا من تحت، عشان انا بسوي الرقاق على البوتاجاز.
انا بدي ابدا محمده والحين. بس ما ينفعش في العزايم ده يا ماما. البوتاجاز الصغير بيبقى يعني عايز اسره صغيره. البوتاجاز اللي هو ال5 شعله، حتى لو مش هتستخدمي ال5 شعله، بس بيبقى البوتاجاز كبير، بتعرفي تحطي حلل كتير، حلل كبيره. واحد يا أخي. في الفرن برضو تعرفي تحطي كذا صينيه. هي بقى هنا كده حطت اللحمه والجبنه الموتزاريلا. هي هتعمل صينيه عاديه وصينيه بالجبنه الموتزاريلا. نسيت احط الفلفل. مش انت يا ما بتغيري الصوت؟ لا، ما انا هخليه على طبيعته. تسلمي ايدك يا ام احمد. قولي لي تسلمي يا ام ياسمين. انت بتعدي على الاكل كده ليه؟ لا ايه؟ تسلمي يا مها. ماشي. تسلمي يا ماما. ايه ما تجيبي سكينه حاميه يا ماما. فين؟ هاتي السكينه اللي عورت ياسمين، هاتيها. ياسمين فين؟ اتعورت في اول. ده انا بكرهها والله السكينه دي. بكرهها. السكينه دي اللي عورت ياسمين اول ما جينا، خدت 5 غرز يا عيني. منها لله. يا رب دي. ده كفايه منال عشان الفلفل ده حراق قوي. كفايه حاجه. ما هو ماما هعمل احمد كان صينية بينقي من السلطه. دي يعني. ماشي. احمد كان بينقي من السلطه امبارح وبيرميه، كان حراق قوي. هي دي بقى شايفين هتحط كمان زيتون، يعني عارفين انتوا بقى اللي هي ايه، صينيه رقاق داخله على بيتزا يا جماعه. إيه ايوه بتبقى عامله مديه طعم البيتزا، بس انا هشطف الزيتون الاول. مديه على بيتزا كده. هي كده غسلت الزيتون اهيت وجابته. انا مش شايف اي مبرر للي بيعمله ده. انا اكتر بنعمل ونركن كل حاجه جنبنا. ايوه، قاعدين على البحر. قاعدين على الترعه. قاعدين على راس الغيط. قاعدين على الترعه. كده هنا بقى هي ايه، خدت المعلقه، ايا كان هي كانت فين مش مهم، بس هي جابت المعلقه وبتعمل بقى ايه، بتبل الرقاق. تمام. فهي هتخلص بقى الصينيه دي كلها وابقى اوريها لكم على مسافة عشان بس مش- الوقت يعني. ايه اهو. هنا خلصت بقى. خلصت كده الصينيتين. دي الصينيه بقى العاديه، ودي الصينيه البيتزا الكدابه اللي عامله نفسها بيتزا. هنا بقى هي بتحط سمنه كده على الحروف عشان ما تلزقش في الصينيه وهي بتسوي. هي بتسوي بقى كده على البوتاجاز، وبعد كده هتقلبها وتسويها الناحيه التانيه. الشيف منال. ولا شيف ولا بتاع. نعم يا ياسمين. هاتيلي هنا كده هتقلب. المناديل يا ياسمين. بسم الله. خلي بالك عشان الفوطه سخنه، خلي بالك على مهلك. هتقع من كام؟ اطلع بره يا ياسمين. اسكتي انت وامك. كده اتقلبت اهي. هتكمل بقى هي سواها الناحيه التانيه. انا بقى ما بحبش اسويها في الفرن ولا على الشوايه. وادي الصينيه التانيه اهي. هنا بقى منال بتحط سمنه في الطبق اللي بتقلب بيه عشان ما يلزقش فيها، لان طبعا الوش بيكون لسه فيه شوربه وما اتحمرش، فدي تكه حلوه يعني. بسم الله. وعملنا الرز الابيض بتاع الفته. احنا في المصيف مفيش امكانيات. حر بطريقه فظيعه، بس الله يصلح يفرح قلبها قبل سهام زي ما فرحتنا كلنا كده وطلعتنا كلنا كده مصيف. ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك لها. مش هحط بقى سمنه كتير عشان تجيبها هنا بقى ايه، تقلبها برضو تاني على مهلك، ولا بلاش على مهلك. بتوترني. ما شاء الله. هز يا وز بقى. ما بحسش يا جماعه والله العظيم ان الرقاق ده تستوى ولا اتعمل الا بالطريقه دي. ما اختي بقى بتعمله تحت الشوايه. انا ما بعرفش. انا اصلا ما عملتوش على القناه خالص. يعني انا اول واحده اعملها. ما عملتوش. انا عملت الفته كل الناس بتستسهله وتعمله تحت كنت مستنيه العيد، ما عشان ما نقعدش نقلب بقى. عادي يا جماعه. اصل
اصل ده طبق جهازي. ما شفتيش الفيديو بتاع الكيكه اللي انا كنت عاملاه وبعمل بحط البيضه وانا مفضيها في طبق بوله صغنونه كده الازاز ده. بحط البيضه كده في الخلاط بالطبق، راح الطبق ما انا مش عارفه نط ازاي، وقع اتكسر اتدشش على الرخامه وعلى الارض وطار. بحسب بصي البيضه طلع فيها كتكوت. قعدنا نصور. بحسب البيضه طلع فيها كتكوت. قعدنا نصور. انا عشان طبعا جايه وعارفه ان انا هعمل رقاق، فجبت الطبق ده عشان هو ده اللي انا بقلب عليه. وانا الرز الابيض اهو. هي فين المعلقه؟ وانا طبعا لما باجي اسوي الرقاق بيبقى معايا بنسه زراديه. ما انا بمسك برضه بيها، قلت لهم قبل كده انا ما بعرفش امسك الا ما بنعرفش نمسك الا بيها. الله يرحمه بابا كان هو اللي معلمنا موضوع البنسه والزراديه ده. انا مش عارفه امسك بالحته، والله الحته دي نضيفه. انا خليت احمد اشتري لي واحده ساعه ما اتجوزت، وبعد كده ضاعت مني من حوالي سنتين كده تقريبا، اترمت في الزباله وما خدتش بالي. اشترى لي بقى 2 وبرده مش عاجبني زي بتاعت اول واحده. اول واحده كانت خفيفه. انا برضو جوزي الله يرحمه كان جايب لي واحده واخويا ضيعها. محدش هيلعب على البوتاجاز يا جماعه، بنغسله والله بيبقى زي الفل. والله العظيم كل شويه نغسله. احنا في مصيف والبوتاجاز بتاعنا ده لسه اول استعمال ليه احنا. طبعا انا اول مره اطلع مع مها، مش اخر مره ان شاء الله. نسيت اصور ساعه ما كنت عندك في الشقه، ما افتكرتش الا بعد ما روحت. ما كنا بنعمل الفراخ المشويه. بس انا طبعا اول مره اطلع واصور في المصيف، واكتر حد طبعا انا عايزه اشكره هي بجد ابله سهام، ربنا يفرح قلبها يا رب بولادها. اللهم امين. ورجعنا لكم بقى تاني اهو، ومنال بتقطع. هي دي اللي فيها جبنه يا منال؟ انا قطعت اللي فيها جبنه، ما كنا عايزين نطلع منها حته طب نوريهم. ما هي بردت فالجبنه مش هتمط، عشان انا قلت ما ملحقش يبرد برده قوي. طب طلع لنا حته كده، ماشي. وريهم بس حته كده في الطاوله. دي كده اللي هي بالجبنه والزيتون صح؟ وريني كده بقى يا منال. طب افتحيها طيب. بصوا بقى، شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله. بس لسه بتمط على فكره، في حته مطت بتلاقيها دافيه اللي في النص دي اهي. بصوا بقى، وريها وريهم يا منال. ما شاء الله شايفين؟ ادي بقى كده الفته هي عملناها، والصلصه بتاعت الفته. طبعا الفته انا كنت عاملاها قبل كده. طبعا بقى اي شكل انتوا عايزينه حطوه اهي كده. انا خلصتها، هنغرفها بقى. هنغرف بقى الاكل كده كله ونحطه، وبألف هنا وشفا ومع الف سلامه.